يطرح مصطلح الشخص إشكاليات صعبة ومعقدة مرتبطة بحقيقة الإنسان، يعتبر من المفاهيم التي حظي باهتمام العديد من الفلاسفة والمفكرين والعلماء في مجالات متعددة. فحسب باسكال، الوسيلة الوحيدة التي يمكننا اعتمادها في معرفة حقيقة الإنسان هو التأمل العقلي. الشخص والهوية. موقف جون لوك. اعتبر لوك أن الإدراك الحسي أساس للوصول إلى حقيقة الشخص، وبالتالي هوية الشخص تتأسس على قاعدة الشعور. موقف شوبنهاور. يرى شوبنهاور أن هوية الشخص تتأسس على الإرادة، والاختلاف يرجع أساسا إلى اختلاف الإرادة. الشخص بوصفه قيمة. موقف كانت. يعتبر كانت أن قيمة الشخص تنبني على امتلاكه العقل، هذا الذي يعطي للإنسان كرامته، إنه بعد مبدأ الواجب الأخلاقي. موقف غوسدورف. قيمة الشخص تتحدد حسب غوسدورف داخل المجتمع لا خارجه، فالشخص الأخلاقي لا ينتج بالعزلة مع الآخرين، بل العكس. الشخص بين الضرورة والحرية. موقف سارتر. حقيقة الإنسان حسب سارتر تنبني أساسا على الحرية، فحقيقة الإنسان تمثل مشروع يعمل عليه كل فرد من خلال تجاربه وسلوكاته وعلاقاته بالآخرين. إيمانويل مونيي. حرية الإنسان ليست مطلقة حسب مونيي، وشرط التحرر من الضغوطات هو تحقيق وعي بالوضعية والعمل لتحرر من الضغوطات. الغير. تطرح معرفة الغير إشكالات فلسفية عميقة، ويختلف العديد من الفلاسفة فيها، ومن أهم هذه الإشكالات هي إمكانية معرفة الغير، وهو إشكال يتعلق أساسا بإعطاء قيمة لهذا الشخص الذي نحاول معرفته. أما الشكل الثاني فيتعلق بمنهجية التعرف على الغير. وجود الغير. موقف مارتن هايدغر. يرى مارتن هايدغر أن وجود الغير يهدد وجود الذات، ما دام يحرمها من خصوصياتها، والغير مفهوم يمكن أن يطلق على أي إنسان. موقف سارتر. وجود الغير يهدد حسب سارتر الذات من جهة، وضروري لها من جهة أخرى، إن نظرة الغير ألينا تحرمنا من الحرية. معرفة الغير. إدموند هوسرل. معرفة الغير ممكنة حسب هوسرل ما دام جزءا من العالم الذي أعيش فيه، وما أعرفه من الغير هو المستوى الذي يشاركني فيه. غستون بيرجيا. تتأسس حقيقة الإنسان حسب غستون على تجربته وعلى إحساساته الداخلية، وهناك فاصل بين الذات والغير، ويستحيل أن تعرف على حقيقة هذا الغير. العلاقة مع الغير. إيمانويل كانت. يرى كانت أن الصداقة هي النموذج المثالي للعلاقة مع الغير، ومبدأ الواجب الأخلاقي يواجب على الإنسان الالتزام بمبادئ فاضلة، وتوجيه إرادته نحو الخير دائما. أغسطس كونت. يعتبر أغسطس أن الغيرية تعتبر نكران للذات، وتضحية من أجل الآخر هي الكفيلة بتثبيت مشاعر التعاطف والمحبة بين الناس، فنظرة الغير إلينا تحرمنا من هذه الحرية، وتجعلنا مجرد شيء أو عبد.